السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في قناة ديلي ستيلهام. مهم قبل ما غادي نقدم معكم يعني نبارطاجي معكم الوصفة ديال اليوم، بما انه قريب ذكرى المولد النبوي الشريف، غادي نبغي نقول لكم عواشركم مباركة، دخل عليكم بالصحة وبالسلامة والهنا وبراحة البال وبجميع المتمنيات الزوينه يا ربي. اما بالنسبه للوصفه ديال اليوم غادي نقدم معكم واحد الحلوه يعني اللي كيبغيوها الكبار والصغار، اللي هي الرخامه، وكاين اللي كيقول لها الزليجه. غادي نقدمها معكم بكاوكاو وبالشكلاط الابيض والاسود، وغادي نجمعوها بنيسلي، يعني ما فيهاش يعني المكونات كثيره بزاف، وما فيهاش يعني لا تماره ديال الفران ولا والو، وكتوجد يعني بسرعه. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وتتبعوا معايا من الاول حتى الاخير باش تشوفوا معايا الحلوه ديالنا كيفاش غادي تجي فرجه ممتعه. وهنايا كما كتشوفوا معايا غادي ناخذوا 750 غرام ديال الكاوكاو. مهم انا غادي خديت هكا الكاوكاو، يعني حاولوا تاخذوه بلا قشره، ولا كان عندكم ديال القشره حاولوا تحيدوا ليه القشره. مهم انا فضلت ندير هذه الطريقه، ما بغيتش نقليه في الزيت، غادي نضيف ليه غير شويه ديال الزيت، يعني ميم با معلقه كبيره، وغادي نحرك مزيان، ومن بعد غادي ندخلو للفرن باش يتحمر ليا. هنايا كما كتشوفوا معايا ها هو كاوكاو ديالي من بعد ما تحمر خرجته من الفرن. هانتوما كما كتشوفوا معايا اللون ديالو كيفاش داير. نحاولوا يعني نخليو اللون ديالو يجي هكا شويه ذهبي، ما نحمروش بزاف باش ما المهم نحاولوا ما نحرقوش باش ما يعطيناش هذيك المروره، يعني نخليو اللون ديالو غير هكا ذهبي. صافي من بعد هنايا غادي ندوز باش غادي نطحنو. وبالنسبه للطحين ديال الكاوكاو مهم نحاولوا نهرمشوه لرقيق شي شويه، ما نخليوش لي مورسو يعني يكونوا هكا اغلاظ، حيت الا خلينا الكاوكاو بقى غليظ القطع ديال الحلوه غادي تبدا تهرس لينا. نحاولوا نهرمشوه بحال هكا كما كتشوفوا معايا. كنتمنى باش تكون الصوره واضحه. المهم ماشي كاع نرجعوه هكا بودغ، ولكن مهم نهرمشوه لرقيق ما يكونش غليظ. صافي غنبقى غدا بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي. وهنايا من بعد كما كتشوفوا معايا مهم انا هاد نيسلي ديال الكراميل بحال هكا كيتوفر عندي. نتوما الا بغيتو ديروا غير الحليب المركز المحلى العادي راكم تقدروا تجمعوا به كاوكاو، ولا بغيتو تجمعوا كذلك بالعسل حتى هو كيجي زوين، ولا بغيتو ديروا ميلونج بين الحليب المركز المحلى والعسل، مهم لكم الاختيار. نيتا هذا ديال نيسلي كراميل حتى هو عطى واحد المذاق هائل لهاد الحلوه. صافي مهم هنا كما كتشوفوا معايا غادي نحاول باش نجمع بيديا. مهم بالنسبه لهذا النيسلي كنبقى نضيف غير بشويه بشويه حتى كيتجمع لينا الخليط، يعني راه على حسب النوعيه حتى ديال الكاوكاو، ما نضيفوش كلشي دقه واحده. وانا بالنسبه لهاد الكميه اللي درت ديال 750 غرام راه زدت ليا هاد الحك درتو يعني كامل، راه فيه شي 370 غرام فحال هكاك. المهم درتو كامل. وكاين عاود اللي كيضيف البسكوي، الا بغيتو تضيفوا البسكوي هكا مطحون على الكاوكاو، بزاف اللي كيدير هاد الطريقه، ولكن انا كنفضل غير هكا كاوكاو بوحديتو. صافي كيما شفتوا معايا هنا منين جمعات ليا العقده ديال الكاوكاو، هنايا خديت هكا غير واحد اللاطه هكا صغيره ديال الفرن، درت ليها بابي كويسون من الفوق، ووضعت فيها مباشره هذيك العقده ديال الكاوكاو. مهم نحاولوا ما نجريوهاش بزاف وما تكونش عندنا عاود قاصحه بزاف بين وبين. صافي هنايا طلقتها هكا شويه بيديا، ومن بعد عاود درت هذاك البابي كويسون وغادي نبدا نطلق بالمدلك. وبالنسبه للقياس ديال الكاوكاو راه على حسب كيفاش بغيتو نتوما الحلوه ديال الزليجه تجي. الا بغيتوها تجيكم عاليه راه ما غاديش تطلقوا بزاف كاوكاو، الا بغيتوها تجيكم بين وبين كيما غادي ندير انا طلقوا غير هكا شويه، وعاود ماشي ترقوها يعني بزاف. صافي كنبقاو هكا نقادو هذوك الجوانب. مهم انا هذا هو الشكل اللي حصلت عليه بحال هكا.
وهنايا في هذا الاثناء راني ذوبت الشكلاط في باماغي وغادي نصبو مباشره فوق الحلوه. بالنسبه للشكلاط راه تقدروا ديروا من 250 غرام حتى ل 300. الا بغيتوا الطبقه ديال الشكلاط تجيكم عاليه بزاف راكم غادي تزيدوا في الكميه ديال الشكلاط. صافي غنحاول باش نيطالي هكا مزيان ومن بعد غادي نخليها باش تنشف ليا. انا ما غاديش ندخلها نهائيا للثلاجه، غنخليها غير في الكوزينه حتى غيبس ليا هذاك الشكلاط. صافي هنا كما كتشوفوا معايا ها هي من بعد ما نشف ليا مزيان هذاك الشكلاط كما كتشوفوا. هنايا غادي ناخذ عاود واحد البابي كويسون غادي نوضعو من فوق منها، ومن بعد غادي تاخذوا اما شي بلاطو ولا لاطا اللي عجبكم، المهم غير باش تسهل عليكم العمليه ملي تبغيو تقلبوها. صافي وغادي نقلبها بهذه الطريقه، راه الصوره موضحه كل شيء. ومن بعد غادي نحيد هذاك البابي كويسون كما كتشوفوا معايا. وفي هذا الاثناء راني غادي نعاود بعدا نرجعها اللاطه حتى اللاطه كتسهل علينا الخدمه. وفي هذا الاثناء راني ذوبت عاود الشكلاط الابيض حتى هو غادي نوضعو بنفس الطريقه ونحاول نيطالي مزيان. وفي نفس الوقت قبل ما نديرو هكا الشكلاط الابيض نكونوا موجدين الشكلاط الاسود راني دايره في جيب الحلواني اللي غادي نزين به، غندير به دوك الخطوط. ضروري نوجدوه قبل ما نديرو هكا الشكلاط الابيض. صافي من بعد ما ايطاليت مزيان هنايا كما كتشوفوا معايا انا غادي نبدا باش ندير هذوك الخطوط ديال الشكلاط الاسود، ونحاولوا هاد الخطوط نديروهم يعني متقاربين. ملي كيكونوا هكا متقاربين حتى الشكل ديال الحلوه يعني ديال الرخامه كيجي زوين. صافي غادي نبقى غادا بنفس الطريقه حتى غادي نكمل. وبالنسبه لهاد العمليه ضروري نديروها والشكلاط باقي دايب يعني ما شادش في راسو، حيت الا مشى تنشف لينا الشكلاط ما غاديش يجينا التزيين زوين وغادي يعذبنا. نحاولوا نديروها والشكلاط باقي سايح. صافي هنا كما كتشوفوا معايا خديت هكا واحد الكوردون ولا تاخذوا موس مهم اللي عجبكم، وكنحاول باش نصايب بهذا الشكل يعني خطوط معاكسه كما كتشوفوا معايا في الصوره. غادي نبقى غادا بنفس الطريقه حتى غادي نزينها كامله. صافي ومن بعد ما غادي نسالي عاود غنحاول نخليها باش نخلي داك الشكلاط يعني باش ينشف ليا مزيان. وكما قلت لكم ما غاديش ندخلها نهائيا للثلاجه، غادي نخليها غير في هكا في المطبخ حتى ينشف ليا هذاك الشكلاط. صافي هنا كما كتشوفوا معايا ها هو الشكلاط راه نشف لينا يعني تماما. هنا غادي نحاول باش نحيدها من هذاك اللاطه، وغادي ناخذوا هكا واحد السكين ونقادو يعني نحيدوا هذوك الجوانب باش الفينيسيون ديال الحلوه ديالنا تجي فينيه مزيان. صافي غادي نبقى غادا هكا حتى غادي نحيد كاع هذوك الجوانب كما كتشوفوا معايا. ودابا غادي ندوز باش نبدا نقطع. المهم بالنسبه للشكل ديال الحلوه على حسب واش بغيتوها تجيكم شويه كبيره ولا صغيره. المهم انا تقريبا درت فيها واحد 2 ديال السنتيم، كنهضر يعني على هكا العرض وانتوما اللي بان ليكم. صافي وبالنسبه للتقطاع ملي ما كتدخلوهاش للثلاجه صدقوني راه في التقطاع ما كيتهرش لكم الشكلاط. ملي كتدخل للثلاجه يعني كتكون نشفات بزاف يعني جمدات بزاف، ملي كتبداو تقطعوا راه كتبدا تهرس لكم. ولا خصها تبقى تهرس حاولوا تاخذوا شي كاس ولا هكا شي قرعه طويله وديروا فيها الماء يكون غليان طايب، وبداو توضعوا فيه السكين وجبدوه ومسحوا عاد قطعوا هكا كتفاداو انها تقطع لكم. صافي هنايا غادي ندوز باش غادي نبدا نقطع. بالنسبه للتقطاع نتوما اللي بغيتو، الا بغيتوها يجيوكم هكا مربعات ولا تقطعوها بهذا الشكل يعني يجيكم شكل معين كما كتشوفوا معايا. مهم انا راه حاولت في الحقيقه كبرتهم شي شويه يعني ما درتهمش صغار، درتهم شويه كبار. صافي هنايا كما كتشوفوا معايا انا بديت كنقطعهم. انا كما كتشوفوا معايا انا وريتكم كيفاش يعني جا الشكل ديالها. ومن بعد غادي ناخذ هكا واحد الكويغطات وغادي نبدا نوضع فيهم الحلوه ديالي.
وهنايا الغزالات ديالي كما كتشوفوا معايا. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديال الرخامه، ولا كاين اللي كيقول لها الزليجه. صراحه كتجي هائله بزاف، لا في الشكل ولا في المذاق. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتجربوها، ولا عجبكم لا فيديو ما تنسونيش من التشجيعات ديالكم ومن التعليق الزوينه بحالكم. هذا فضلا وليس امرا. دمتم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم.